منتخب الجزائر دائما ما نتحدث عن مشاركته في كأس العالم عام 2014 حينما نريد التحدث عن أفضل المشاركات العربية في تاريخ المونديال. ولكن كيف استطاع هذا الفريق أن يقارع أفضل المنتخبات في العالم في مونديال البرازيل؟ القصة كاملة بدأت في مونديال 2010، فرحة عارمة في الجزائر إثر التأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام ل24 سنة كاملة. شارك محاربي الصحراء في مونديال جنوب إفريقيا تحت قيادة المدرب رابح سعدان، ولكن النتائج لم تكن منصفة بالنظر للأداء الكبير الذي قدمه زملاء مجيد بوغرة. هزيمة أمام منتخب سلوفينيا في المباراة الأولى، تعادل أمام منتخب إنجلترا أفضل منتخبات المجموعة، ثم هزيمة أخرى في المباراة الحاسمة أمام منتخب أمريكا، والجزائر خارج المونديال. إثر نهاية المشاركة في كأس العالم قرر الاتحاد الجزائري الاستغناء عن خدمات شيخ المدربين الجزائريين رابح سعدان وتعويضه بمدرب وطني آخر اسمه عبد الحق بن شيخة، الذي قاد الجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لعام 2012. لكن حصيلة المدرب كانت ضعيفة بانتصار وحيد في 3 مباريات أمام منتخب المغرب في عنابة، وهزيمة أمام منتخب إفريقيا الوسطى، وهزيمة أخرى أمام منتخب المغرب في مباراة العودة كانت سببا في عدم تأهل المنتخب الجزائري إلى كأس الأمم الإفريقية. وبهذا قرر الاتحاد الجزائري الاستغناء عن بن شيخة وتعويضه بالمدرب وحيد خليلوزيتش، الذي كان هدفه هو وصول منتخب محاربي الصحراء إلى مونديال البرازيل. وتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة إلى جانب كل من منتخب مالي والبنين ورواندا، وبخطة 4-2-3-1 بالاعتماد على تايدر وجديورا في وسط الميدان الدفاعي، سفيان فغولي كصانع ألعاب، سوداني وإبراهيمي على الأطراف، وإسلام سليماني في قلب الهجوم. تمكن منتخب الجزائر من اكتساح منافسيه، ففي الجولة الأولى من التصفيات تمكن محاربي الجزائر من الفوز على منتخب رواندا بثنائية سوداني وهدف لكل من فغولي وسليماني، قبل أن يتلقى منتخب الجزائر صفعة أيقظت المدرب خليلوزيتش في المباراة أمام مالي، حيث أن محاربي الصحراء انهزموا بنتيجة 2-1. وهنا أدرك مدرب الخضر أن الفريق في المباريات التي سيلعبها خارج ميدانه يجب عليه الاعتماد على خطة 4-3-3 بدلا من 4-2-3-1. وفي المباراة الثالثة في مدينة البليدة في الجزائر تمكن محاربي الصحراء من اكتساح منتخب البنين بثلاثية فغولي وتايدر وسليماني، وبخطة 4-3-3 وبالاعتماد على مهدي لحسن وكارل مجاني وسفير تايدر في وسط الميدان تمكن منتخب الجزائر من الفوز على البنين مرة أخرى في عقر دارهم بثنائية سليماني وهدف لنبيل غلاس، قبل أن يعتمد خليلوزيتش على نفس الخطة أمام رواندا في مباراة العودة، حيث أنه أجرى تغييرا واحدا بدخول جديورا مكان لحسن في وسط الميدان، وتمكن الخضر من الفوز على رواندا بهدف تايدر، ولتكون المباراة الأخيرة أمام مالي للاستعراض لا أكثر، بما أن منتخب الجزائر ضمن تأهله إلى المباراة الفاصلة في المرتبة الأولى. ولكن رغم ذلك تمكن أبناء خليلوزيتش من الفوز بفضل هدف سوداني، ليكون الترتيب النهائي للمجموعة كالآتي: الجزائر في المرتبة الأولى برصيد 15 نقطة، مالي والبنين في المرتبة الثانية برصيد 8 نقاط، ومنتخب رواندا يتذيل المجموعة برصيد 2 نقطة فقط. وفي المباراة الفاصلة كان على منتخب الجزائر مواجهة منتخب بوركينا فاسو الذي فاز عليه أبناء خليلوزيتش قبل أسابيع في الجزائر بنتيجة 2 دون رد، ولكن هذه المباراة ستكون مختلفة دون أدنى شك. وفي بوركينا فاسو وكعادته اختار خليلوزيتش الاعتماد على خطة 4-3-3، وكان الشوط الأول يسير على ما يرام، فمنتخب الجزائر لا يريد أكثر من التعادل خارج الديار ليكون الفصل أمام الجماهير الجزائرية بعد شهر واحد. لكن جوناثان بيترويبا
تمكن مع نهاية الشوط الأول من افتتاح النتيجة لمنتخب بوركينا فاسو، ولم يترك أي خيار للجزائريين سوى الهجوم في الشوط الثاني، فنتيجة 1-0 ليست بالنتيجة المطمئنة. ومع بداية شوط المباراة الثاني نزل محاربي الصحراء بكل ثقلهم، وتمكن سفيان فغولي من تعديل الكفة، ولكن منتخب بوركينا فاسو كان عنيدا جدا، وسجل كوني في الدقيقة 65 ثاني أهداف الخيول البوركينية قبل أن يعدل كارل مجاني النتيجة بكرة رأسية. لكن منتخب بوركينا فاسو تمكن في الدقيقة 86 من الحصول على ركلة جزاء بعد أن ارتطمت الكرة بيد المدافع الجزائري، ونفذها اللاعب بانسي بنجاح لتنتهي المباراة الأولى بتفوق بوركينا فاسو بنتيجة 3 أهداف لهدفين. كان على منتخب الجزائر لملمة جراحه بسرعة، لأن مباراة العودة بعد شهر واحد، وهذا ما حصل بالفعل. فمحاربي الصحراء استعادوا قواهم ودخلوا معركة ملعب مصطفى شاكر وهم في أتم الاستعداد، وكالعادة اعتمد خليل زيتش في أرضية ميدانه على خطة 4-2-3-1 والتي كانت ناجحة هجوميا ودفاعيا. وبعد نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي تمكن مجيد بوغرة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 49، والذي كان يعني تأهل الجزائر للمونديال. ورغم أن لاعبي بوركينا فاسو حاولوا الهجوم وتعديل الكفة، إلا أن أبناء خليل زيتش كانوا جاهزين واستطاعوا إيقاف أي خطورة للمنتخب البوركينابي لتنتهي المباراة بتفوق الجزائر وتأهل الخضر للمونديال للمرة الثانية على التوالي. انتظر عشاق المنتخب الجزائري قرعة مجموعات كأس العالم كي يتأكدوا أن منتخب الجزائر لديه فرص للتأهل للدور الثاني، لكن ما كان مثيرا للإعجاب هو هدوء لاعبي الجزائر. فسفيان فغولي صرح قائلا: أنا أرغب في مواجهة البرازيل وفرنسا وأمريكا في المجموعات، وأنا واثق أن المنتخب الجزائري سيمر إلى الدور الثاني. لكن القرعة لم تأتي كما اشتهى فغولي، فقد جاء منتخب الجزائر في مجموعة ضمت كل من بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية، وعلى الورق كان منتخب الجزائر هو ثاني أفضل منتخب في المجموعة، فروسيا وكوريا الجنوبية لا يمتلكون لاعبين بنفس جودة لاعبي الجزائر، حتى وإن كان منتخب روسيا لديه بعض التقاليد في كأس العالم. وللتحضير للمونديال اختار خليل زيتش ملاقاة منتخب سلوفينيا الذي تشبه طريقة لعب المنتخب الروسي. وفي الجزائر تمكن الخضر من الفوز في مباراة تألق فيها اللاعب عبد المؤمن جابو وضمن تواجده في القائمة النهائية، بعد أن كان في منافسة مع بعض اللاعبين الآخرين ليسافر بعدها محاربي الصحراء إلى سويسرا للقيام بتربص تحضيري ثم مواجهة كل من أرمينيا ورومانيا. ودون أي صعوبات تمكن منتخب الجزائر من الفوز على منتخب أرمينيا بفضل ثلاثية بلكلام وغيلاس وسليماني، قبل أن يفوز على منتخب رومانيا بثنائية بن طالب وسوداني. ويكون محاربي الصحراء على أتم الاستعداد للسفر للبرازيل ومواجهة منتخب بلجيكا في المباراة الأولى من دور المجموعات. وبخطة 4-3-3 قرر خليل زيتش مواجهة المنتخب البلجيكي، وتمكن من السيطرة في الشوط الأول والحد من خطورة زملاء إيدن هازارد، بل أن سفيان فغولي نجح في الدقيقة 25 من الحصول على ركلة جزاء نفذها بنجاح وأعطى بها التقدم للمنتخب الجزائري. لكن مدرب منتخب بلجيكا كان تعامله مع المباراة أفضل من خليل زيتش، وقرر لاعب الهجوم بإقحام كل من ميرتنس وأوريجي وفيلايني الذين قلبوا نتيجة المباراة لفائدة الشياطين الحمر، لتنتهي المواجهة بفوز منتخب بلجيكا على منتخب الجزائر. ومع تعادل منتخب روسيا مع منتخب كوريا الجنوبية بقيت حظوظ الجزائر وافية في التأهل إلى الدور الثاني، ولكن يجب على محاربي الصحراء التفوق على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة الثانية ليكون الوضع أكثر أريحية. ولهذا قرر خليل زيتش القيام ببعض التغييرات في التشكيلة. عيسى مندي دخل مكان مهدي مصطفى في مركز الظهير الأيمن، جمال مصباح مكان فوزي غلام
في مركز الظهير الأيسر ياسين إبراهيمي مكان سفير تايدر في وسط الميدان، وعبد المؤمن جابو وإسلام سليماني مكان رياض محرز وهلال سوداني في الهجوم. كل هذه التغييرات قلبت أداء الجزائر هجوميا رأسا على عقب، فمحاربي الصحراء تمكنوا من السيطرة في المباراة بالطول والعرض. وفي ظرف 38 دقيقة تمكن منتخب الجزائر من تسجيل 3 أهداف: إسلام سليماني في الدقيقة 26، رفيق حليش في الدقيقة 28، وعبد المؤمن جابو في الدقيقة 38، لتنتهي المباراة بتفوق الخضر بنتيجة 4 أهداف لهدفين بعد أن سجل إبراهيمي في الدقيقة 62. ومع فوز بلجيكا على المنتخب الروسي، أصبح التعادل في المواجهة الأخيرة أمام منتخب روسيا يكفي الجزائر للتأهل إلى الدور الثاني. ورغم أن السيناريو كان مخيفا بعض الشيء، فكوكورين تمكن في الدقيقة 6 من افتتاح النتيجة للمنتخب الروسي، إلا أن زملاء إبراهيمي تمكنوا من تعديل الكفة في الدقيقة 60 برأسية سليماني، ليسيطر منتخب الجزائر على بقية مجريات اللقاء ويحد من خطورة المنتخب الروسي، ويتأهل الخضر إلى دور 16 في المرتبة الثانية. لكن ولسوء حظ الجزائر كانت مباراة الثمن النهائي أمام منتخب ألمانيا المرشح الأول لنيل اللقب، لكن محاربي الصحراء قدموا مباراة عظيمة، وهدد سليماني مرمى نوير في أكثر من مناسبة، وتمكن مبولحي من القيام بمباراة استثنائية، ووصل الفريقين إلى الأشواط الإضافية، وتمكن البديل أندري تشورلي من تسجيل الهدف الأول لمنتخب ألمانيا، قبل أن يضيف زميله مسعود أوزيل ثاني أهداف المباراة. ولسوء الحظ كان هدف جابو متأخرا جدا في آخر دقيقة من عمر المباراة، لتنتهي بذلك مشاركة الجزائر التاريخية في المونديال. إن أعجبك الفيديو وترغب منا في الاستمرار، فادعمنا بلايك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديدنا.